هي الكابوناتا. اعذروا لها شو محليها، شو زينها وشو عينها. تحب تشر تاخذ الخبز اللي تحب. انا نحب ديما نعملها مع الخبز هذا، تعجبني مع الخبز هذا الحقيقه. تبان نشريه والا نعمله في الدار وحدي توست هذا. وبندها حاجه اخرى، كابوناتا 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 كابوناتا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عسلامة يا أهلي يا أحبابي يا أصحابي، مرحبا بكم في مطبخ مقتبسات حبيب. إن شاء الله دخلت لكم بالخير والبركة وانتم محل كل بركة. اليوم باش نعمل مع بعضنا أكلة إيطالية كابوناتا. العنصر الأساسي فيها، المكون الأساسي هو الكلافس والبيتنجال، طماطم، بصل، تابل كروية، كبار، خل، ربح، وفلفل أكحل، وزيت بالطبع به، وسكر فوالا، وربح. توا نمشيو مع بعضنا. أول حاجة ناخذ البيتنجال ننظفها. نحب نوصيكم حاجة، راهو هنا نحافظ على القشرة، أنا ما نحيهاش القشرة كلها منافع. ونزيد نقول الناس المغرومين بالديتوكس، راهو القشرة بتاع البيتنجال راهي تعمل ديتوكس ياسر نافع وياسر رائع به. هنا نقول نرحب كل من معناه انضم جديد لبيتنا، ونقول له مرحبا بيك، شرفتني ونورتني، وإن شاء الله تلقى الحاجة اللي تبحث عليها، وإن شاء الله تحصل الإفادة. في نفس الوقت نقول للحبوباتي وإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي اللي العروس متاع الدار، راكم على راسي، راكم النورات، راكم البهين الغاليين. شكرا لكم وبارك الله فيكم على دعمكم المتواصل، وعلى معناها تعاليقكم الحلوة الإنسانية اللي فريمون تهزني السابع سماء. يعطيكم الصحة وربي يخليكم وربي يحميكم. هنا يا جماعة باش نقول لكم على بيت اسمه عالم الوصفات مع ندوش. هي امرأة معرسة معناها صغيرة في العمر، موجودة مقيمة في إيطاليا. عملوا في الصيف عملت الوصفة هذه مع أمها في تونس. صدقوني محلك التلقائية اللي فيها هي وأمها. راهو حسيلو هيك الصورة، هيك العلاقة الطبيعية بين البنت التونسية والأم التونسية. الأم التونسية هذيك اللي نعرفوها، والبنت التونسية على طبيعتهم محلاهم. شوفوا أختي نورة محلاها، محلة تلقائيتها، وشوفوا ندوس زادة محلاها. مرة جات ونحكي لكم على بيت آخر زادة كيف واحدة مغتربة في مرسيليا، وعلى محلاها زادة في علاقتها مع أمها كالعلاقة التلقائية. به كيما شفتوا بعد ما قسيت البتنجال غسلتها طبيعي جدا وخليها تستقطر ونشيحها شوية، ومن بعد نعمل عليها شوية ربح. ديجا الزيت كان يسخن، وماذا بيك كان تحب معناتها تجب تشويها شوية ما تقليهاش به. ومن بعد تخرج البتنجال وخليها تستقطر البرة، تفرش لها بابي متاع واحد ولا تحطها في كسكاس تستقطر. فما اللي في نفس الزيت هذاك يطيب فيه، لا ما نطيبش في نفس الزيت. نبدل إناء آخر نحط فيه زيت زيتونة، ونجبد الكلافس خاطر عندي معناها كان في المجمد طبيعي جدا. كي باش نحطه مع الزيت هذاك هو باش يسيب الماء متاعو، نخليه يطيب فك الماء متاعو هذاك نار جويدة، ريحة على محلاها متاع الكلافس هنا. من بعد مادام هذاك قاعد يحضر، كون أنا قصيت الطماطم جويدة وقصيت زادة البصل جويد، مكعبات جويدين، وباش نضيفهم تويكا
البصل والطماطم باش نضيفهم لك الكلافس هذاك. وصفة معناها هي إيطالية. تعرفوا معناها الإيطاليين المغرومين ياسر بول البحر، هذم كيما احنا نعشقوا السلطة المشوية، وهما هكاك راهو يستعملوها كيما احنا نستعملوا السلطة المشوية، يعديوها خاصة مع ولد بحر والمشاوي. به بعد ما معناها طابوا هذوكم بالكدا في الماء هذاك والزيت، الماء متاع اللي يسيبوا الكلافس، تشبعوا بهذاك. توا نزيدها البتنجان هذيك اللي قليتها، مكعبات متاع بتنجان اللي قليتهم، كيف كيف نحركها معاها باش يداخلوا مع بعضهم. وتوا نجي للفيحة، ناخذك المغرفة السكر هذيك، كاس يكون ظريف هاكم تراو فيه، نحطك المغرفة هذيك متاع السكر، مغرفة متاع أكل. أنا الكمية اللي عندي صغيرة، معناها متاع الخضرة خذيت كمية صغيرة، ماتش كمية كبيرة. ونحط معاها مغرفة متاع أكثر من مغرفة متاع خل أبيض طبيعي. تحب تعمل خل تفاح انت حرة، أما أنا حبيت نعمل خل طبيعي. ونحركهم بالكدا حتى وين يذوب هيك السكر هذاك. هذا العنصر الأساسي متاع الكابونات، يزمو يتحرك بالكدا اللي يذوب. أنا قاعدة نذوب فيه معكم، ربي يوسع بالكم عليا. أي يا سيدي، توا نمشي نصب هيك هذاك الخليط هذاك، نصبو على الخضر هذيك. فوالا. وتوا باش نزيد مقدار كويس، هذاك هو بيدوه دوب الليش على الخليط هذاك كويس، ماء دافي ماذا بيك. به نركح هكا من غير ما نقعد نحركها، نركح هكا بالكدا. ونزيدها فلفل أكحل، وفي نفس الوقت نزيدها شوية ربح. هنا رد بالك في الربحة، على خاطر من بعد عندك باش تزيد الكبار، رد بالك معناها ما تخليش يحصلك الربح. به توا نحرك دوب الليش باش ما تغفصيش الخضرة، دوب ما نحركها ونغطيها نار جويدة ونخليها تطيب على روحها. ربع ساعة نتفقدها نلقاها تشربت هيك الواحد الكل. تو باش نجي نحط لها شوية زيتون مقشر مع مقصوص يا ربي بلاش قلب معناها، وشوية زيت كبار. دوب الليش بتحطش ياسر، وانتي واش تحب، انتي واش تحب البنانة ولا معناها والملوحية متاعها انتي كيفاش تحب. به توا دوب ما نحركها شوية هكاكا. هنا فما اللي يزيد الواحد يزيدها البندق، فما شكون يزيدها البندق، لكن الحقيقة أنا تعجبني هكا بنتها. به يا عيني يا عيني، بردت كابونات بتاعنا، حطيناها في معونة، ويا عيني على كل ريحة وكل بنة وكل فيحة. راهو نعشقها كيما نعشق السلطة المشوية بالضبط. معناها نعملها كي يبدا عندي ولد بحر، نحبها أنا خاصة مع ولد البحر. فما اللي يحبوها مع اللحم المشوي، أنا نحبها مع ولد البحر أكثر. شهيدكم في الجنة حبيباتي، جربوها. وهنا معناها نستعملها مع الخبز توست، وإلا مع الخبز البان دو كومباني، معناها خبز القمح، ولا يجي بنينة ونافعة ياسر ياسر. نحب نقولك هما معناها يعملوا كمية كبيرة كما احنا نعملوا كمية كبيرة، نحافظوا على السلطة المشوية. فيه تاخذ دبوزة كي من هكا، هذيك يبدا عندها خطا هذاك ترميك كي من هكا، خطا معناها بلاستيك، وتحط فيها الكمية تخبيها مش في المجمد، في الثلاجة. بعد ما تكون باردة الكابوناتا، وقت اللي تبدا حاجتك تجبد حاجتك منها الكمية وتحط وتاكل. وبنتها تتاكل باردة، راه ما تتاكلش سخونة الكابوناتا، بنتها باردة.
فرشكة تفرشك خاصة مع ولد البحر. والله ما نقولكمش فما شكون اللي يعمل روز أبيض ويعدي بها، أما الحقيقة لا. أنا كل واحد هي الماكلة أذواق، كل واحد ياكل كيما يحب. أنا نحط هكاكا ناخذ التوست ونحط فوقها نعمل وبنينة تنجمش تصور معناها بنتها. أكيد فما ياسر ناس راهم يعملوها ويحبوها. احنا راهو كانت عنا جزيرة تبعتنا تبع لتونس اللي توا يحرقوا لها الشباب والكل، بونطالارية ولا شني، هذيك كانت تبع تونس. باي من البيات الله يهديه، اهديها اهديها الاثنين باش ياخذ في بلاصتها جارية. اي يا سيدي اي خسرنا، ولا وليداتنا يحرقوا بالملايين يحرقوا لها. شفتوا الدنيا والعوش كيفاش يا ناس. حاسيلو هذه هي كابوناتا بنة ومطعم. وما تنساوش زوروا بيت ندوش، عالم الوصفات مع ندوش، وشوفوا هيك الجو، شوفوا كل العلاقة محلاها، علاقة الحميمية بين ندوش وأختي نورة. تحية لأختي نورة، محليك يا أختي نورة، محليك على طبيعتك ومحلى نفسك ومسرك ومحليك. إن شاء الله صحتك لاباس. نعرف اللي سنة ما روحتش ندوش معه، حتى هي راهي قلب عليك الواحد راهي متوحشتك. الحمد لله توا عنا الواحد الواتس والواحد نحكيو مع بعضنا ونكلموا بعضنا وما نقعدوش بعد على بعضنا. ربي يرد غربة كل مغترب وربي يعين كل إنسان. نحبكم برشا برشا. طولت شوية سامحوني. وانتي إذا كنت دخلت جديد وعجبك الفيديو يا ريت تشترك وتفعل الجرس باش وين نهبط تحويجة يجيك الإشعار وتحصل لك الإفادة. ما تنسونيش لايك لايك لايك، تعليق حلوين كيفكم، ونحبكم يا غالين. الله اللي نحيكم عليا يا أعز ناس.